السلام عليكم خوتي المغاربه، مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناه مروكي سبورت. كيف العاده الاخبار اللي غنتناولوا في هذا الفيديو كلها مواضيع جديده وشائعه. الكثير من المغاربه كيبحثوا عليها وكيسولوا على الحقيقه والتفاصيل وكذلك المستجدات ديال هذه المواضيع اللي غنشوفوا في هذا الفيديو. يلا كنتمنى منكم الاخوه الاعزاء الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناه، واهم حاجه تفعيل زر الجرس. خليكم دابا مع العناوين على بركة الله. قناة مروكي سبورت تقدم لكم أبرز عناوين أخبار اليوم. مدرب إسبانيا يتهم لاعب ريال مدريد المغربي إبراهيم دياز بالابتزاز بسبب منتخب المغرب. رومان سايس لا يفكر في الاعتزال، فهل سيواصل الحضور كأساسي داخل المنتخب أم أن وليد الركراكي سيعيد حساباته بشأنه ويعتمد على هذا اللاعب الجديد بدلا منه؟ فوزي القجع يفرض على المدرب وليد الركراكي إجراء هذه التغييرات الغير متوقعة ويحثه على إعادة حساباته بأقصى سرعة ممكنة بعد الإقصاء من الكان. عاجل، 3 لاعبين جدد محترفين في مفكرة وليد الركراكي لإحداث تغيير بالمنتخب المغربي. بعد إقصائه من الكان بكوت ديفوار، المنتخب المغربي قد يواجه الأوروغواي وديا في هذا الموعد. والآن شاهد التفاصيل بعد هذا الانترو القصير، ولكن قبل ذلك نتمنى أنكم تشرفونا بالضغط على زر الإعجاب في هذا الفيديو، وأهم حاجة الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات باش توصلوا بالجديد. شكرا لكم جزيل الشكر. والآن إلى التفاصيل. مدرب إسبانيا يتهم لاعب ريال مدريد المغربي إبراهيم دياز بالابتزاز بسبب منتخب المغرب. اتهم لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني اللاعب المغربي إبراهيم دياز المحترف في صفوف ريال مدريد بالابتزاز، وذلك بعدما كثر الحديث عن صاحب 24 عاما بشأن مستقبله الدولي. وتابع لويس في تصريح لإذاعة إسبانيا قائلا: برأيي حالة إبراهيم دياز تبقى غريبة نوعا ما، بإمكانه اللعب لكل من إسبانيا والمغرب، مع أن كل المؤشرات قد ترجح كفة اختياره اللعب لمنتخب إسبانيا لأن حلمه ارتداء قريص لاروخا. وأوضح المتحدث نفسه حول احتمال استدعاء إبراهيم دياز لمنتخب إسبانيا مستقبلا أنه إذا كان يريد الانضمام إلى منتخب لاروخا فعليه أن يفعل ذلك بقناعة تامة، وأن الابتزاز لن يجدي نفعا. وكأنه يريد القول: إذا لم تمنح لي الفرصة سأختار الوجهة الأخرى، يقصد هنا المنتخب المغربي. الأمور لا تسير على هذا النحو يا إبراهيم. رومان سايس لا يفكر في الاعتزال، فهل سيواصل الحضور كأساسي داخل المنتخب أم أن وليد الركراكي سيعيد حساباته بشأنه ويعتمد على هذا اللاعب الجديد بدلا منه؟ بعدما ظهر جليا بأن لاعب الشباب السعودي وعميد المنتخب المغربي غانم سايس لا يفكر في الاعتزال الدولي وينوي الاستمرار في الحضور بتمثيل أسود الأطلس، تتواصل علامات الاستفهام بخصوص مستوى صاحب 33 سنة الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة ولم يظهر بذات المستوى الذي عهدته عليه الجماهير المغربية، وخاصة في نهائية كأس أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بكوت ديفوار. وفي الوقت الذي طالت العديد من الانتقادات الأداء الذي قدمه سايس في الكان الأخير، تتساءل الجماهير المغربية في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان العميد سيواصل الحضور كأساسي بخط دفاع المنتخب المغربي أم أن وليد الركراكي سيعيد حساباته بشأنه ويعتمد على شادي رياض لاعب ريال بيتيس الإسباني أو لاعب آخر في قطب الدفاع بإمكانه التألق إلى جانب المبدع نايف أجارد لاعب ويستنهام الإنجليزي الذي قدم مستوى رائعا في المنافسة القارية الأخيرة. وسيكون من اللازم على الطاقم التقني للمنتخب المغربي أن يجد له لاعبا بنفس مواصفاته. ويذكر أن سايس لم يبتسم له الحظ في كل حضور له مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أفريقيا، لذلك سيكون على الناخب الوطني وليد الركراكي مطالبا بإعادة حساباته بشأن اللاعب الذي تألق لسنوات طويلة مع الفريق الوطني قبل أن يتراجع مردوده التقني والبدني بشكل واضح، خاصة مع تقدمه في السن. فوزي القجع يفرض على المدرب وليد الركراكي إجراء هذه التغييرات الغير متوقعة ويحثه على إعادة حساباته بأقصى سرعة ممكنة بعد الإقصاء من الكان. من المنتظر أن يقترح فوزي القجع على المدرب الوطني وليد الركراكي إمكانية إجراء بعض التغييرات على أعضاء الطاقم الفني للمنتخب المغربي بضم عادل رمزي والإبقاء على المساعدين رشيد بن محمود وغريب أمزيان، مع إضافة معد بدني جديد بإمكانه مساعدة لاعبي المنتخب المغربي على التفوق من الناحية البدنية من أجل تكوين منتخب قوي بإمكانه المنافسة على لقب الكان المقبل، وبعدها ضمان المشاركة في نهائية بطولة كأس العالم لسنة 2026 التي ستقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسيعقد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع اجتماعات مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي داخل مركز محمد الخامس لكرة القدم من أجل دراسة أسباب إقصاء المنتخب المغربي في ثمن النهائي من كأس أفريقيا.
خاصة وأن الاتحاد المغربي وفر كافة الظروف المثالية أمام زملاء حكيم زياش من أجل التألق في الكان، قبل أن يكون الإخفاق هو العنوان البارز لمشاركة أسود الأطلس في النسخة 34 من نهائيات بطولة كأس أفريقيا. وكشف موقع إخباري بأن المغربي عادل الرمزي مدرب نادي الوداد سابقا مرشح للانضمام إلى الجهاز التدريبي لأسود الأطلس في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار التغييرات التي قد يقدم عليها مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة الرئيس فوزي القجع على الطاقم الفني للمنتخب المغربي بعد الإقصاء الأخير من الدور الثاني لنهائية بطولة كأس أفريقيا بساحل العاج، حيث أنه لا يمانع في الانضمام للعمل كمساعد للمدرب وليد الركراكي بعدما كان مرشحا لذات المهمة قبل مشاركة المنتخب المغربي في نهائية بطولة كأس العالم لسنة 2022 بقطر. وسبق للمدرب عادل الرمزي أن أشرف على نادي الوداد البيضاوي مؤخرا قبل الانفصال عنه بعد خسارة لقب منافسة الدوري الأفريقي أمام ماميلودي سان داونز الجنوب الأفريقي. لم يتعاقد صاحب 46 سنة مع أي فريق جديد في الوقت الذي رحب بمشروع الانضمام للجهاز التدريبي للمنتخب المغربي، خاصة وأنه يملك تجربة قد تساعد منتخب بلاده على التألق في نهائية بطولة كأس أفريقيا التي ستجرى في المغرب سنة 2025. عاجل 3 لاعبين جدد محترفين في مفكرة وليد الركراكي لإحداث تغيير بالمنتخب المغربي. كشفت مصادر أن إلياس أخوماش نجم فياريال الإسباني سيكون على رأس قائمة المنتخب المغربي في المعسكر المقبل المقرر في مارس، ويأتي ضم أخوماش في إطار التغيير التدريجي للمنتخب المغربي وتطعيمه بوجوه شابة تحت إشراف المدرب وليد الركراكي بعد الخروج المبكر من كأس أفريقيا على يد جنوب أفريقيا. كان أخوماش قد تراجع عن قرار اللعب للمنتخب الإسباني نهاية العام المنصرم، واختار المغرب ليتم ضمه سريعا للمنتخب الأولمبي في ودية ديسمبر أول الماضي أمام الدنمارك، كما تواجد في قائمة الكان الاحتياطية. وكشفت مصادر قريبة أن وليد الركراكي مهتم أيضا بضم يوسف الخديم الظهير الأيسر لراديف ريال مدريد في انتظار اتضاح موقف إبراهيم دياز لاعب الفريق الملكي الذي يتصارع المغرب وإسبانيا في الظفر بخدماته. بعد إقصائه من الكان بكوت ديفوار، المنتخب المغربي قد يواجه الأوروغواي وديا في هذا الموعد. كشف إغناسيو ألونسو رئيس الاتحاد الأوروغواي لكرة القدم عن رغبة منتخب السيليستي مواجهة المنتخب الوطني المغربي وديا. وأوضح رئيس الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم في تصريح نقله أنه من المحتمل جدا أن يواجه منتخبه أسود الأطلس ببلد أوروبي، وأغلب الظن سيكون هذا بفرنسا. وواصل إغناسيو: خلال الساعة القادمة سنكشف عن المنتخب الذي سيواجه وديا منتخبنا الأوروغواي. وجهتنا القادمة ستقودنا إما إلى الصين أو مواجهة المغرب بأوروبا. وشدد المصدر نفسه على أن مباراة الأوروغواي والمغرب من المحتمل أن تجرى في فترة التوقف الدولي المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سبق له أن واجه أوروغواي وديا في مارس في سنة 2015 على أرضية ملعب أدرار بأكادير، حيث انتهت المباراة بفوز أوروغواي بهدف دون رد سجله اللاعب كافاني. إذن إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أشكركم على حسن المتابعة. رجاء ادعمونا بلايك لهذا الفيديو والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ولا تنسوا ترك آرائكم في تعليقات تحت الفيديو. شكرا لكم جزيل الشكر.